بسم الله حبايبنا الغاليين طلبة أولى ثانوي، أهلا بيكم. عندنا إن شاء الله امتحان شهر نوفمبر، عاملين لك كده ورشة محترمة هنراجع لك فيها كل موضوعات الجبر والمثلثات والهندسة. إن شاء الله هتصبح بكرة إن شاء الله، لو أنت بتتفرج عليا قبل الامتحان بيوم أو لو بتتفرج عليا قبلها بكام يوم، إن شاء الله بإذن الرحمن تجيب درجة كويسة في امتحان الشهر وتبقى زي شهر أكتوبر وأحسن كمان بإذن الله. جاهز يا بطل؟ ارفع على نفسك أوضتك، ورقة وقلم، ويلا بينا سؤال سؤال، وبعد ما اخلص كل سؤال وقفوا وشوفوا مرة كمان عشان امورك تبقى زي الفل بإذن الله. بسم الله. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة، وده سؤال مثلثات. بيقول لك إذا كان جتا 990 ناقص سيتا بتساوي نص، حيث سيتا قياس أصغر زاوية حادة أصغر زاوية موجبة. عايزين نعرف السيتا بكام. كل اللي عليك تعمله انك هتجرب، هتحط مكان السيتا هنا 30، شوف الاجابه هتطلع نص ولا لا. لو ما طلعتش تحط ال 150، ما طلعتش تحط ال 210، ما طلعتش تحط ال 330. بس خلي بالك لازم تاخد اصغر اجابه تظهر، لان الراجل قال لك حيث سيتا قياس اصغر زاويه موجبه. افتح آلتك الحاسبه ودوس على زرار الكوساين، اكتب جوه 990 ناقص، حط مكان السيتا 30، اقفل القوس، دوس يساوي، هتلاقي الإجابة طلعت سالب نص، بينما هو كاتب نص، يبقى هنستبعد ال 30. نجرب اللي بعدها. دوس على زرار الكوساين تاني واكتب 990 ناقص، حط مكان السيتا 150، اقفل، دوس يساوي، طلعت برضو سالب نص، احنا عايزينها نص، يبقى هنستبعد الاختيار التاني. اللي بعده، دوس على زرار الكوساين واكتب 990 ناقص 210، اقفل، دوس يساوي، هتطلع الإجابة نص. معنى كده ان الرقم ده هيحقق، حتى لو الرقم ده كمان هيحقق وهو هيحقق هياخد الصغير، لأن الراجل قال لك حيث سيتا قياس أصغر زاوية موجبة، يبقى ده هيحقق ولما هتجرب ده هتلاقيه بيحقق، يبقى أنا هاخد دي لأن الراجل قال لي قياس أصغر زاوية موجبة، يبقى أنا كده أجبت الإجابة رقم ج. السؤال الثاني ده سؤال جبر. بيقول لك الدالة د حيث دالة س بتساوي أ س تربيع زائد باء س زائد ج يكون لها إشارة واحدة في ح. يكون للدالة اللي قدامك إشارة واحدة في ح إذا كان المميز أصغر من الصفر. ما هو المميز؟ المميز هو باء تربيع ناقص 4 أ ج يبقى أصغر من الصفر، فتروح تختار الإجابة باء. يبقى باء تربيع ناقص 4 أ ج أصغر من الصفر. السؤال الثالث ده سؤال هندسة. بيقول لك في الشكل المقابل أ باء ممسة للدائرة عند باء، وج موجودة في منتصف أ د، وأ باء ب5 جذر 3 سنتيمتر. لو سمحت طلع لنا أ د تساوي إيه؟ القاعدة قالت في وجود المماس إن ده تربيع بيساوي ده في ده. القاعدة قالت كده. طب أنا ده مش معايا هسميه س. طب ما ده كمان مش معايا هسميه س، لأنه هو قال إن الحتتين دول قد بعض. يبقى القاعدة هتقول أن أ باء تربيع هتساوي أ ج في أ د. دي القاعدة بتاعت المماس. شيل الألف باء وحط مكانها 5 جذر 3 بس الكل تربيع. شيل الألف جيم وحط مكانها س، بينما هنشيل الألف د كلها ونكتب مكانها 2 س، لأن الألف د كلها س وس. اكتب ال5 جذر 3 الكل تربيع على الآلة، الآلة هتطلع 75. اضرب س في 2 س في 2 س ادي 5، اضرب س في 2 س هتدي 2 س تربيع. امسك هذه المعادلة واقسمها على 2، فهتطلع لك السين تربيع 75 لما تتقسم على 2 هتدي 37 ونص. خد الجذر التربيعي للطرفين
هتطلع السين بتساوي، اكتب جذر 37.5 على الآلة. جذر 37.5 تساوي، الآلة هتطلع 5 جذر 6 على الاتنين. يبقى أنا طلعت السين ب5 جذر 6 على الاتنين. طب الراجل عايز مني إيه؟ الراجل عايز مني ألف دال كلها. يبقى معنى كده ان انا هجمع س وس، يعني 5 جذر 6 على 2 زائد 5 جذر 6 على 2. يبقى الالف د هتساوي، هكتب على الآلة الحاسبة الأنصر زائد الأنصر، يعني 5 جذر 6 على 2 زائد 5 جذر 6 على 2، فالآلة هتطلع 5 جذر 6، فهروح اختار 5 جذر 6. السؤال الرابع ده سؤال هندسة، يقول لك في الشكل المقابل إذا كان د ه بيوازي ب ج، عايزين نطلع قيمة س دي. قلت له في التوازي حضرتك من حقك إنك تقسم الحتة دي على الحتة دي وتساويها بالحتة دي على الحتة دي. ده الجزء اللي موجود عندنا في التناسب. يعني أنا هقسم س زائد 5 على 3، أدي س زائد 5 على 3، وهساوي الكلام ده ب 12 على س، ثم هنعمل حاصل ضرب الطرفين ونساويه 12 على س، ثم هنعمل حاصل ضرب الطرفين ونساويه بحاصل ضرب الوسطين. حاصل ضرب الطرفين هنضرب س في س هتدي س تربيع، وهنضرب س في 5 هتدي 5 س. حاصل ضرب الوسطين 3 في 12 ب 36. هدخل ال 36 جوه بعكس الإشارة وصفر وحلل، هتبقى س تربيع زائد 5 س ناقص 36 تساوي 0. يلا يا ابني حلل. السين تربيع س في س، عددين ضربهم 36 مطروحهم 5، 4 في 9. إذا كانت إشارة الأخير سالبة فإن الأكبر يشبه الأوسط والتاني عكسه. السين الأولانية هتطلع ب4، والسين التانية هتطلع بسالب 9 مرفوضة لعدم وجود طول سالب. الراجل عايز منك قيمة س، فقيمة س هتبقى ب4. طبعا احنا بنشرح بسرعة لأنك ممكن توقف السؤال وتعيده مرة واثنين وعشرة. شغل الأونلاين بيختلف عن شغل السنتر. شغل الأونلاين السؤال بيخلص، انت من حقك تعيده مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تستوعب أنا أقصد إيه. السؤال الخامس بيقول لك عايزين الفترة التي تكون فيها الدالة د، حيث دالة س بتساوي س تربيع ناقص 5 س زائد 6 موجبة. دي اسمها دالة تربيعية. عشان تعرف الفترة دي تقدر تبحث إشارتها في سيستم بنعمله. هنمسك هذه الدالة الطرف الأيمن الطرف الأيسر بتاعها ونصفره عشان نحلله ونطلع منه الجذور. السين تربيع هتبقى س في س، عددين ضربهم 6 مجموعهم 5، 2 في 3. إشارة الأخير موجبة يبقى الإشارتين يشبهها الأوسط. من هنا حضرتك هتطلع الجذر الأول ب2 وهتطلع الجذر الثاني ب3. طريقة البحث هنعمل إيه؟ هنعمل 3 خطوات. الخطوة الأولى هقول له دالة س تساوي 0 عندما س تنتمي للمجموعة. الخطوة الثانية هقول له دالة س وهسيب مكان لكلمة فاضية عندما س تنتمي لح فرق الفترة المغلقة. الجملة الثالثة هقول له دالة س وهسيب مكان لكلمة فاضية عندما س تنتمي للفترة المفتوحة. يلا بقى امسك قلمك وابدأ املى معايا. حضرتك طلعت الجذرين بكام؟ ب2 و3. تكتب هنا 2 وهنا 3، تكتب هنا 2 وهنا 3، تكتب هنا 2 وهنا 3. لازم الصغير يتكتب الأول. قلت له كويس. ايه الكلمة اللي هتتكتب هنا؟ هي إشارة السين تربيع في راس السؤال. السين تربيع موجبة، تكتب هنا موجبة وهنا تخالفها سالبة، ولو كان ده بالسالب أبدأ بسالبة وخالفها بموجبة. عشان السين تربيع إشارتها موجبة يبقى أنا هكتب هنا موجبة واكتب هنا سالبة. طب الراجل عايز مني إيه؟ الراجل بيسألك على الموجبة. طالما بيسألك على الموجبة يبقى الإجابة هتبقى دي، لأن الراجل بيسألك على الموجبة.
يبقى الإجابة هتكون لما السين تنتمي لح فرق الفترة المغلقة من 2 ل 3. دي طريقة بحث إشارة الدالة التربيعي. السؤال السادس ده سؤال جبر، بيقول لك إذا كان لام وميم هما جذري المعادلة س تربيع ناقص 5 س زائد 7 تساوي 0، عايزين المعادلة التي جذراها لام تربيع وميم تربيع تطلع إيه؟ أول حاجة هعملها هروح أشتغل على المعادلة المعطاة. المعادلة المعطاة هتطلع منها إيه؟ قال لي أول حاجة هجيب مجموع الجذرين باستخدام القانون سالب باء على ألف، وحيث أن الجذرين بتوع المعادلة المعطاة لام وميم، يبقى لام زائد ميم هتساوي سالب باء على ألف، يعني سالب 5 على 1 يعني 5. ثم هروح أجيب حاصل ضرب الجذرين. القانون بتاع حاصل ضرب الجذرين هو ج على ألف، وحيث أن المعادلة المعطاة الجذرين بتوعها لام وميم، يبقى معنى كده أن لام ميم هتساوي ج على ألف، يعني 7 على 1 فيها 7. ثم ننتقل بعد ذلك للمعادلة المطلوبة. أول حاجة هروح أجيب مجموع الجذرين. إيه هما الجذرين بتوع المعادلة المطلوبة؟ قال لي الجذرين بتوع المعادلة المطلوبة أهم، يبقى أنا هجمع لام تربيع زائد ميم تربيع. شرحت لك وقلت لك لما بتلاقي لام تربيع زائد ميم تربيع بتستبدلها بلام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. هشيل اللام زائد ميم وهكتب مكانها 5 بس عليها تربيع ناقص 2 فيه، هشيل اللام ميم واكتب مكانها 7. ده هيبقى 25 ناقص 14 هيتبقى 13. 13؟ لا مش 13، 6 و5 11، هيتبقى 11. يبقى ده لما هتعمله على الآلة هيطلع 11. بكده احنا طلعنا مجموع الجذرين ب 11. تاني حاجة هروح أجيب حاصل ضرب الجذرين. الجذرين بتوع المعادلة المطلوبة لام تربيع وميم تربيع، يبقى أنا هضربهم في بعض. شرحت لك وقلت لك لما تلاقي لام تربيع ميم تربيع تستبدلها بلام ميم الكل تربيع. هشيل اللام ميم واكتب مكانها 7 بس عليها تربيع، 7 تربيع ب 49. ستصبح المعادلة المطلوبة هي س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد حاصل ضرب الجذرين بيساوي 0. تروح تبص في الاختيارات هتلاقيه الاختيار رقم باء. يبقى معنى كده ان المعادلة المطلوبة هتكون س تربيع ناقص 11 س زائد 49 تساوي 0. السؤال السابع ده سؤال هندسة مشهور قوي، بيقول لك في الشكل المقابل نصف دائرة مركزها ميم، اوعى تتعامل مع نص دايرة، لازم تكملها. ممنوع التعامل مع نص دايرة، الشغل كله لازم يكون على الدايرة. قلت له حلو. قال لي لو سمحت طلع لنا قيمة س بكام؟ قلت له كلام جميل. القاعدة بتقول انك هتروح تقف عند نقطة تقاطع الوترين وتضرب الحتة دي في الحتة دي كلها وهتساويها بالحتة دي في الحتة دي. اللغز كله انك لازم تكمل الدايرة، يعني هنضرب الاتنين في كل دي. طب انا وانا ماشي كده مستر الحتة دي س، طب الحتة دي هجيبها منين؟ قال لي ما هي الحتة دي هتبقى 2 زائد س، لان ده نص قطر وده زيه نص قطر وانصاف الاقطار في الدايرة متساويين. يبقى احنا هنضرب الاتنين في كل ده، يعني انا هضرب الاتنين في، طب هو كل ده يا مستر عبارة عن ايه؟ كل ده عبارة عن س زائد 2 زائد س، يعني كل ده هيبقى عبارة عن 2 س زائد 2. هساوي الكلام ده ب 6 في 4. ينفع توزع الاتنين وينفع تقسم هنا على 2. ممكن اقسم هنا على 2 عشان الاتنين دي تضيع، واقسم هنا على 2. 2 س زائد 2 هتنزل، و6 في 4 ب 24 على الاتنين فيها ال 12،
ودي الاتنين الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى الاتنين س هتساوي 10، اقسم على 2 هتصبح قيمة السين تساوي 5، وهو عايز السين، يبقى الإجابة هتصبح الألف. السؤال الثامن ده سؤال جبر، بيقول لك إذا كان لام وميم هما جذر المعادلة س تربيع ناقص 5 س ناقص 6 تساوي 0، فإن القيمة العددية للمقدار لام تربيع ناقص 5 لام زائد 3 يطلع إيه؟ بص يا ابني، أول ما يقول لك إن دي جذور، حضرتك من حقك تشيل السينات وتحط مكانها أي واحدة من دول، لأن الجذور هي السينات، فهبدأ أعوض. أنا هشيل السين دي وهكتب مكانها لام، بس هحط عليها تربيع ناقص 5، هشيل السين دي واحط عليها لام ناقص 6 بيساوي 0. قلت له ده كلام جميل، ودي الناقص 6 بعكس الإشارة، سيصبح لام تربيع ناقص 5 لام بيساوي 6. إذا أصبح حضرتك من حقك إنك لو قابلت ده تحط مكانه ده، فهعمل كده هنا، هشيل لام تربيع ناقص 5 لام واحط مكانه 6، هجمع عليها التلاتة هتصبح الإجابة 9، وهو الاختيار ج. ده سؤال من الأسئلة برضو المشهورة. السؤال التاسع ده سؤال هندسة، بيقول لك في الشكل المقابل عندنا كل المستقيمات دي متوازية، بيقول لك لو سمحت شوف لنا ألف باء لما يتجمع على صاد عين يطلع ايه؟ قلت له اول حاجه هجيب لك الالف باء، انا هقسم الحته دي على الحته دي وهساويها بالحته دي على الحته دي، يبقى انا هقسم الستة على الف باء وهساويها بالاربعه على الثلاثه. معنى هذا ان الالف باء هيساوي 6 في 3 على الاربعه، 6 في 3 ب 18، 18 على الأربعة فيها الأربعة ونص، لأن 18 على الأربعة فيها التسعة على الاتنين، والتسعة على الاتنين يعني 4 ونص، بكده أنا طلعت الألف باء ب4 ونص. طب تعالى نطلع الصاد عين. قال لي عشان أطلع الصاد عين أنا هقسم الحتة دي على الحتة دي وهساويها بالحتة دي على الحتة دي، يعني هقسم 3 على صاد عين وهساويها بالالف باء اللي انا لسه جايبها ب4 ونص على 7 ونص. في الحالة دي اقدر اطلع الصاد عين عن طريق ضرب 3 في 7 ونص على 4 ونص، 3 في 7 ونص على 4 ونص، تطلع لك الإجابة 5. يبقى احنا كده طلعنا الإجابة بتاعتنا هتبقى ب5. يبقى أنا طلعت صاد عين ب5، هروح أحط مكان الصاد عين 5. اجمع يا ابني، هو 4 ونص زائد 5 يطلع إيه؟ أنا عايز البار، أيوه البار ظهر أهو. 4 ونص زائد 5 يطلع إيه؟ 4 ونص زائد 5 هيطلع 9 ونص. تروح تبص في الاختيارات هتلاقي 9 ونص موجودة في الاختيار رقم د. السؤال العاشر، يلا بينا. السؤال العاشر ده سؤال جبر، بيقول لك إذا كان لام وميم هما جذر المعادلة س تربيع ناقص 8 س زائد ج بيساوي 0، وكان لام تربيع زائد ميم تربيع بيساوي 40، لو سمحت قول لي قيمة ج بكام؟ قلت له طب ما أنا أقدر أجيب لك مجموع الجذرين واقدر اجيب لك حاصل ضرب الجذرين دول. هو مجموع الجذرين قانونه ايه؟ مجموع الجذرين بيساوي سالب باء على الف، يعني سالب 8 على 1، يعني اللام زائد ميم هيطلع ب8. طب حاصل ضرب الجذرين عباره عن ايه؟ قال لي حاصل ضرب الجذرين عباره عن ج على الف، يعني ج على 1 هيطلع ج. قلت له حلو قوي، امال حضرتك معاك ايه؟ قال لي احنا معانا ان لام تربيع زائد ميم تربيع ب40. اتفقنا وزعقنا كتير وقلنا لو لقيت لام تربيع زائد ميم تربيع تشيلها وتكتب مكانها لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم، وسيب ال40 مكانها زي ما هي. مهمة قوي الحتة دي. قلت له يلا. قال لي شيل اللام زائد ميم واكتب مكانها 8 عليها تربيع ناقص
2 في، شيل اللام ميم واكتب مكانها جيم وساوي الكلام ده ب40. يلا يا ابني حل. 8 تربيع ب64 و2 في جيم ب2 جيم، كل هذا هيساوي 40. قلت له ده كلام سليم. قال لي ودي الناقص 2 جيم الناحية الشمال بعكس الإشارة، ودخل ال40 الناحية اليمين بعكس الإشارة. 64 ناقص 40 يطلع 24. اقسم هذه المعادلة على 2 هتلاقي الجيم طلعت لك ب12، والراجل طالب منك الجيم، يبقى الجيم بتاعتك طلعت ب12. السؤال رقم 11 ده سؤال هندسة. يقول لك في الشكل المقابل إذا كان ج د بيساوي م باء عايزين منك محيط الدايرة. قلت له طيب هو قانون محيط الدايرة إيه؟ قال لي محيط الدايرة هو 2 باي نق. يبقى أنا محتاج أعرف النق عشان أطلع محيط الدايرة. طب هنعمل إيه؟ قال لي القاعدة قالت إنك بتضرب الحتة دي في الحتة دي كلها ولازم توصل لآخر الدايرة. هتساويه بالحتة دي في الحتة دي كلها، لأن في عيال بتوصل لحد هنا، لازم توصل لآخر الدايرة، ولو مش موجودة آخر الدايرة طوله على استقامته أنت. يعني معنى كده إن إحنا هنضرب الستة في كل دي. طب الحتة دي مش معايا، سميها س، وهنساويه ب4 في الحتة دي كلها. طب الحتة دي مش معايا، سميها س، اللي هي هتبقى دي، لأن دول أنصاف أقطار، وأنصاف الأقطار متساويين في الدايرة. يبقى معنى كده إن إحنا هنضرب الستة في الستة زائد س، وهنساوي الكلام ده ب4 في 4 زائد س زائد س، يعني 4 في 2 س زائد 4. جايب لك أسئلة حلوة النهارده. ابدأ وزع. 6 في 6 ب36، و6 في س ب6 س، و4 في 2 س ب8 س، و4 في 4 ب16. ودي ال6 س بعكس الإشارة وجمعها مع ال8 س، ودي ال16 بعكس الإشارة وجمعها مع ال36. 8 س ناقص 6 س يطلع 2 س، و36 ناقص 16 هيطلع لك 20. اقسم على 2، حضرتك هتطلع السين ب10. عارف يعني ايه السين ب10؟ يعني نص القطر ب10. يبقى الدايرة دي نص القطر بتاعها ب10. روح عوض، سيب الاتنين باي زي ما هي وحط مكان نص القطر 10. 2 باي في 10 تطلع 20 باي. تروح تدور في الاختيارات على ال20 باي هتلاقيها الإجابة رقم ج. السؤال رقم 12 ده سؤال مثلثات. بيقول لك لكل نون تنتمي لصاد عايزين الحل العام للمعادلة ق سيتا بيساوي ق 30 زائد سيتا هو ايه؟ قلت له طيب الحل العام بيقول ايه؟ قال لي إذا وجدت معادلة فيها قتا مع قا. قلت له أعمل ايه؟ قال لي خد اللي جوه القتا ثم اللي جوه القا. قلت له ايه معلش ما سمعتش؟ قال لي خد اللي جوه القتا ثم اللي جوه القا، ومره اجمع مره اطرح، ويساوي الكلام ده ب90 زائد 360 نون. دي طريقه الحل العام. خد اللي جوه القتا ثم اللي جوه القا، ومره اجمع مره اطرح، ويساوي الكلام ده ب90 زائد 360 نون. ابدا قسم صفحتك قسمين. تعال نشتغل على الجمع. هسيب السيتا الأولانية زي ما هي وهجمع عليها 30 زائد سيتا، وهساوي الكلام ده ب90 زائد 360 نون. قلت له كويس. قال لي هل تعلم أن سيتا وسيتا يطلع 2 سيتا؟ قلت له أيوه. ودي ال30 الناحية التانية بعكس الإشارة، هتبقى 90 ناقص 30 ب60 زائد 360 نون. قال لي امسك المعادلة دي واقسمها على 2، هتطلع السيتا تساوي 30 زائد 180 نون. خش على الناحية العكسية، سيب السيتا زي ما هي ودخل الإشارة السالبة وزعها هنا، هتبقى سالب 30 سالب سيتا، وساوي الكلام ده ب90 زائد 360 نون.
طبعا السيتا هتضيع السالب سيتا، معنى كده ان هنا مفيش حل، هنا مش هقدر اطلع حل. يبقى الحل العام هو 30 زائد 180 نون. ادي 30 زائد 180 نون. بكده انت اتعلمت ازاي تطلع الحل العام. يلا بينا نروح للسؤال رقم 13. السؤال رقم 13 بيقول في الشكل المقابل عايزين مساحة الدايرة. مساحة الدايرة هو عبارة عن باي نق تربيع. لو حضرتك طلعت النق تبقى انت كده خلصت. طب القاعدة قالت ايه؟ القاعدة قالت ان احنا لما نضرب الحتة دي في الحتة دي هتساوي الحتة دي في الحتة دي. قلت له كلام سليم. قلت له بس دي مش معايا. قال لي ما هي دي واخدة نفس العلامات، يعني ده 3 فالراجل بيقول لك حط عند ده 3. قلت له بس لا دي معايا ولا دي معايا ولا دي معايا. قال لك حضرتك سمي دي س، سمي دي س، سمي دي س. قلت له كلام سليم. معنى كده ان احنا هنضرب التلاتة في الستة، لان ده هيبقى 3 هيتضرب في ده كله، يبقى هنضرب 3 في 6 وهتساوي الكلام ده بس في 3 س، لان انا بضرب الحتة دي في دي كلها، يبقى هنضرب س في 3 س. حضرتك من حقك تشيل التلاتاية دي مع التلاتاية دي، اكنك قسمت على 3. معنى هذا ان السين تربيع هتساوي 6. باخذ الجذر التربيعي للطرفين هتطلع لك السين بتساوي جذر 6. وطبعا ما حطيناش موجب او سالب لعدم وجود طول سالب. عارف السين ام جذر 6 دي مين؟ دي نص القطر. انت كده طلعت نص القطر بجذر 6. روح عوض يلا. يبقى الباي تنزل، شيل النق وحط مكانها جذر 6 بس عليها تربيع، وجذر 6 الكل تربيع يطلع 6. وما تنساش تكتب الباي. يبقى مساحة الدايرة هتبقى 6 باي، وهذا هو الاختيار رقم ألف. سؤال رقم 14. إذا كان لام وميم هما جذر المعادلة س تربيع ناقص 7 س زائد 3 تساوي 0، عايزين لام تربيع زائد ميم تربيع تطلع ايه؟ عايز لام تربيع زائد ميم تربيع تطلع ايه؟ قلت له يعني انت عايز معادلة؟ قال لي انا مش عايز معادلة، انا عايز لام تربيع زائد ميم تربيع تطلع ايه؟ قلت له طيب بالهداوة كده. هو انا دلوقتي يا مستر انت تعلم ان لام تربيع زائد ميم تربيع علمتك ليها صيغة، هي عبارة عن لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم. هو ده اللي حضرتك عايزه. تقول لي طب هنعمله ايه؟ قال لي انا اقدر اجيب لك لام زائد ميم. قلت له ازاي؟ قال لي ما هو لام زائد ميم يعني مجموع دول ودول الجذرين بتوع المعادله دي، ومجموع الجذرين سالب باء على الف، يعني سالب 7 على 1، يعني لام زائد ميم ب7. قلت له يا فرج الله. قال لي وكمان اقدر اطلع لك لام ميم. قلت له ايه اللام ميم دي؟ قال لي حاصل ضرب الجذرين دول، بما ان الجذرين دول بتوع المعادله دي يبقى لام ميم هيساوي ج على الف، يعني 3 على 1 ب3. يلا يا ابني روح عوض. هشيل اللام زائد ميم وهكتب مكانها 7 بس عليها تربيع ناقص 2 في، هشيل اللام ميم وهكتب مكانها 3. 7 تربيع ب49، 49 هشيل منها 6 هتدي 43، وهو الاختيار رقم باء. السؤال رقم 15 بيقول لك في الشكل المقابل إذا كان ألف جيم ب3 وجيم هاء ب9 لو سمحت طلع لنا ألف باء. قلت له الألف باء ده إيه؟ قال لي الألف باء ده مماس. قاعدة المماس بتقول إن ده تربيع هيساوي الحتة دي في الحتة دي. يعني يا فندم الألف باء الكل تربيع هتساوي الحتة دي اللي ب3 في الحتة دي كلها اللي ب12، يعني 3 في 12. يبقى الألف باء تربيع 3 في 12 ب36، بأخذ الجذر التربيعي للطرفين ستصبح الألف باء تساوي 6. يبقى الراجل عايز منك الألف باء، يبقى الإجابة 6 وهو الاختيار رقم د. سؤال رقم 16 بيقول لك في الشكل المقابل
ألف باء تقاطع ج د كان في نقطة هاء. قلت له كويس. قال لي حط عند الألف هاء 4. قلت له حصل. قال لي والهاء باء 6. قلت له تمام. قال لي والدال هاء س زائد 1. قلت له تمام. قال لي والجيم هاء س ناقص 1. قلت له كويس. قال لي من هذه المعلومات طلع لي قيمة س. قلت له طيب، ما هي القاعدة قالت يا ابني إن حضرتك لما تضرب الحتة دي في الحتة دي هتساوي الحتة دي في الحتة دي. يعني لما نضرب س ناقص 1 في س زائد 1 هنلاقي الكلام ده بيساوي 6 في 4. قلت له ده كلام سليم. قال لي انت واخد بالك من اللي مكتوب؟ قلت له ايه اللي مكتوب؟ قال لي ده. قلت له ايه ده؟ قال لي ده كان تحليل ده. وانت موجود في اعدادي لما كنت بتحلل س تربيع ناقص 1 كان بيتحلل لكده. يبقى احنا كده رجعناها للعكس. يبقى س ناقص 1 في س زائد 1 رجعت لاصلها بقت س تربيع ناقص 1. و6 في 4 ب 24. ودي الناقص 1 الناحية التانية بعكس الإشارة سيصبح السين تربيع ب 24 زائد 1 يعني 25. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين هتطلع لك السين ب5 وما حطيناش موجب وسالب لعدم وجود طول سالب. يبقى السين بتاعتنا طلعت ب5. السؤال رقم 17 بيقول لك عايزين المعادلة التربيعية التي كل من جذريها يزيد بمقدار 2 عن كل من جذري المعادلة س تربيع ناقص 3 س زائد 2 تساوي 0. أنا ممكن أحل السؤال ده بطريقة مختلفة شوية. قلت له إزاي؟ قال لي هنعمل حركة غير اللي كنت بعملها في السنتر. أنا همسك المعادلة دي هحللها هطلع منها الجذرين. هعمل طريقة تانية غير طريقة اللام والميم اللي عملتها في السنتر. هعمل طريقة تانية. همسك المعادلة دي واحللها. حل يا مستر. السين تربيع تبقى س في س. عددين ضربهم 2 جمعهم 3 يبقى 1 في 2. إشارة الأخير موجبة يبقى الإشارتان يشبه الأوسط. أنت عارف أنت معاك إيه دلوقتي؟ معاك الجذر الأول من المعادلة المعطاة ب1 ومعاك الجذر الثاني من المعادلة المعطاة ب2. قلت له حلو قوي. قال لك المعادلة بقى اللي احنا عاوزينها كل جذر من جذريها يزيد 2 عن ده. يعني معنى كده ان المعادلة اللي انا عايز اشتغل عليها هزود على ده 2 هطلع جذر، هزود على ده 2 هطلع الجذر التاني. يبقى معنى كده ان جذر المعادلة المطلوبة هزود 2 على كل جذر من الجذرين اللي انا جبتهم. هو اللي قال زود على الواحد 2 يبقى 3، زود على الاثنين 2 يبقى 4. قلت له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح نجيب مجموع دول ونجيب حاصل ضرب دول ونخبط المعادلة. فهروح اقول له مجموع الجذرين يعني هجمع 3 زائد 4 هيطلع 7. هروح اجيب حاصل ضرب الجذرين يعني هضرب 3 في 4 هيطلع 12. بما انك معاك مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين تقدر تكون المعادلة. قالت الصيغة العامة لتكوين المعادلة انها س تربيع ناقص مجموع الجذرين يوضع بجواره س زائد حاصل ضرب الجذرين كل هذا يساوي 0. روح دور هتلاقي المعادلة دي موجودة عندك س تربيع ناقص 7 س زائد 12 تساوي 0 اهي. موجودة عندك في الاختيار رقم ج س تربيع ناقص 7 س زائد 12 بتساوي 0. انا حللها اثناء السنة او اثناء الشغل بشغل اللام والميم. كده معاك طريقة تانية لو الطريقة دي حبيتها اشتغل بيها. السؤال رقم 18 بيقول لك اذا كان 2 على لام، ده سؤال جبر، اذا كان 2 على لام و2 على ميم جذري المعادلة اللي قدامك. قلت له كويس. قال لي عايزين من حضرتك المعادلة التي جذرها لام وميم. قلت له مش هغير بقى كلامي، هنروح نحط هنا خط ونروح نمسك المعادلة المعطاة نشتغلوا عليها شوية. المعادلة المعطاة هتعمل ايه دلوقتي يا مستر؟
انا هروح اجيب مجموع الجذرين بتوع المعادله المعطاه. طب هو مجموع الجذرين بيتجاب ازاي؟ قال لي سالب باء على الف. طب ايه الجذرين بتوع المعادله المعطاه؟ اهم 2 على لام زائد 2 على ميم. طب ده هيساوي ايه يا مستر؟ قال لي ده هيساوي سالب باء على الف، يعني سالب 3 على 4. علمتك انك لو عندك كسرين وحد المقامات على حاصل ضرب الجذرين. وحد المقامات على حاصل ضرب الجذرين. قلت له كويس. قال لي طب البسط هيتجاب ازاي؟ هنعمل كروس، هنضرب ده ونضرب ده ونجمع، يبقى 2 ميم زائد 2 لام، كل هذا بيساوي سالب 3 على 4. قلت له كويس. قال لي خد 2 مشترك من البسط، هيتبقى لك في البسط لام زائد ميم، وانزل تحت واكتب لام ميم، وساوي الكلام ده بسالب 3 على 4، وقول للمعادلة دي استنيني شوية وراجع لك. المعادلة دي قول لها استنيني شوية وهرجع لك. أنا كده اشتغلت على حاجة اسمها مجموع الجذرين. هروح اشتغل على حاصل ضرب الجذرين. 2 حاصل ضرب الجذرين. خلي بالك انا كل ده لسه في المعادله المعطاه. هما ايه الجذرين بتوع المعادله المعطاه؟ 2 على لام و2 على ميم. اضرب يا باشا. يبقى حاصل ضرب الجذرين ج على الف، يبقى انا هضرب 2 على لام في 2 على ميم. تعال نشوف الجيم بكام والالف بكام. قال لي اولا لازم ده يخش جوه بعكس الاشاره، لازم المعادله تبقى صفريه. يبقى ادي 4 س تربيع زائد 3 س ناقص 2 تساوي صفر، يبقى ج على الف هنقسم ده على ده، سالب 2 على الاربعه هيطلع سالب نص. هو احنا بنضرب الكسرين ازاي؟ بسط في بسط، مقام في مقام. 2 في 2 ب4، ولام في ميم بلام ميم، كل هذا بيساوي سالب نص. طب انا اقدر اطلع اللام ميم؟ طبعا. 4 في 2 على سالب 1، يبقى اللام ميم طلع ب4 في 2 على سالب 1، طلع لك اللام ميم بسالب 8. ديها كده ايه؟ حته لوحدها. ادي اللام ميم يا فندم هنطلعه بسالب 8. بص بقى المستر هيعمل ايه؟ هرجع هنا هشيل اللام ميم دي واحط مكانها سالب 8 عشان اقدر اطلع له لام زائد ميم. قلت له حلو قوي. افتح شرطة كسر تاني واكتب 2 في لام زائد ميم وشيل اللام ميم دي وحط مكانها سالب 8. كل هذا بيساوي سالب 3 على 4. السؤال ده تقيل، ده اتقل سؤال في المراجعة. هتعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ قال لي هنضرب الطرفين ونساويهم بالوسطين. 2 في لام زائد ميم في 4 هيدي 8 في لام زائد ميم. اضرب الوسطين، سالب 8 في سالب 3 هيدي 24. اقسم على 8 هيطلع لك لام زائد ميم هيساوي 3. تعرف انا كل ده بعمل ايه؟ كل ده انا بجهز شغل المعادله المعطاه. قلت له حلو قوي. قال لي خش بقى على المعادله المطلوبه. قال لي عايزين المعادله اللي جذرها لام وميم. قلت له يلا بينا خش على المعادله المطلوبه. هنروح نجيب لها مجموع الجذرين. طب ايه هما الجذرين بتوع المعادله المطلوبه؟ ما قال لك لام وميم، يعني لام زائد ميم. طب هو لام زائد ميم احنا جايبينها؟ يا فندم لام زائد ميم جايبينها ب3. طب يلا نطلع حاصل ضرب الجذرين. هما الجذرين بتوع المعادله المطلوبه ايه؟ لام وميم، يبقى لام في ميم. طب هو انا معايا لام ميم؟ يا ابني حضرتك معاك لام ميم بسالب 8. بما انك معاك مجموع الجذرين ومعاك حاصل ضرب الجذرين تقدر تكون المعادله. يبقى المعادله هتبقى س تربيع ناقص
مجموع الجذرين 3 في س زائد حاصل ضرب الجذرين يعني زائد سالب 8 يعني ناقص 8 تساوي 0. يبقى هندور في الاختيارات على س تربيع ناقص 3 س ناقص 8. س تربيع ناقص 3 س ناقص 8 تساوي 0. هي دي الاختيار وهو ده إجابة هذا السؤال. ده من أتقل أسئلة المراجعة، خلي بالك. تعال معايا للسؤال رقم 19 وده سؤال هندسة. يقول لك في الشكل المقابل الألف د والسين ص والباء ج متوازيين، عايزين من حضرتك ألف س. قلت له ما هي القاعدة قالت إن طالما في توازي يبقى أنا أقدر أقسم الحتة دي على الحتة دي وأساويها بالحتة دي على الحتة دي. يعني هقسم كاف على 8 وهساويها ب4 على 2 كاف. اضرب الطرفين واضرب الوسطين، كاف في 2 كاف يطلع 2 كاف تربيع و8 في 4 ب 32. امسك المعادلة دي واقسمها على 2 ستصبح الكاف تربيع تساوي 16. خد الجذر التربيعي للطرفين ستصبح الكاف تساوي 4 ومفيش موجب وسالب لأن الكاف ده موجود على ضلع. طب الراجل عايز مني ايه؟ الراجل عايز مني ألف س اللي عندها كاف وأنا جايب الكاف ب4، يبقى إجابة هذا السؤال ستكون الاختيار باء ب4. السؤال رقم 20 بيقول لك في الشكل المقابل الأطوال مقدرة بالسنتيمترات، عايزين نطلع السين والصاد. قلت له عشان أطلع السين والصاد هو هنا مش فيه توازي؟ قلت له آه. قال لي يبقى أنا ممكن أقسم الحتة دي على الحتة دي وأساويه بالحتة دي على الحتة دي، هقدر أطلع لك السين. يعني هقسم س زائد 2 على س ناقص 8 وهساوي الكلام ده ب20 على 12. اضرب الطرفين واضرب الوسطين، وعلى فكرة ممكن تبسط دي على الآلة للسهولة. 20 على 12 لما تكتبها على الآلة ادي 20 على 12 الآلة هتطلع لك 5 على 3. كده هيبقى فيه سهولة في الضرب أحسن، يبقى دي 5 على 3. اضرب يا ابني الطرفين واضرب الوسطين، حاصل ضرب الوسطين 5 في س و5 في سالب 8. 5 في س ب5 س و5 في سالب 8 بسالب 40. اضرب الطرفين 3 في س ب3 س و3 في 2 ب6. ودي ال3 س بعكس الإشارة يبقى 5 س ناقص 3 س يطلع 2 س. ودي ال40 بعكس الإشارة 6 زائد 40 ب46. اقسم على 2. بكده حضرتك طلعت السين ب23، تروح تحط مكان السين 23. خش على اللي بعده. تقول لي يا أستاذ أنا عشان أقدر أطلع الصاد وهنا في توازي، حضرتك يا فندم تقدر تقسم الحتة دي على الحتة دي وتساويها بالحتة دي على الحتة دي، وأنا شغال في المثلث ده ممكن أعمل الحركة دي. يبقى أنا يا مستر هقدر أقسم س زائد 2 على س ناقص 8 وهساوي الكلام ده بس زائد 7 على صاد. طب ما أنا لسه مطلع السين ب23 ما تعوض. 23 و2 25. 23 ناقص 8 15. 23 زائد 7 30 وادي الصاد. تقدر تطلع الصاد يا ابني؟ تقول لي هضرب 15 في 30 على 25. 15 في 30 على 25. امسك الآلة. 15 في 30 على 25 هتطلع الصاد معاك ب 18. تقوم رايح ماسك ال 23 جامع عليها 18. 3 و8 11 و2 و1 3 ومعايا الواحد، يبقى الإجابة هتطلع 41 وهو الاختيار رقم ج. السؤال رقم 21 ده سؤال هندسة. يقول لك في الشكل المقابل س ص بيوازي باء ج وس ع بيوازي باء ص، والألف س عليها 6 والسين باء عليها 9 والألف عين عليها 3. قلت له كويس. قال لي لو سمحت طلع لنا عين ج.
قلت له لا انا هجيب لك عين صاد الاول. قلت له ازاي؟ قال لي ما انا لما هقسم الحته دي على الحته دي من حقي اساويها بالحته دي على الحته دي. دي قاعده. يبقى الستة لما تتقسم على التسعة الكلام ده هيساوي 3 على الدال صاد. في الحالة دي اقدر اطلع الدال صاد يا مستر الدال صاد هتساوي 9 في 3 على 6. 9 في 3 ب27. 27 على الستة. 27 على الستة 27 تقبل الاسم على التلاتة هتدي 9. والستة تقبل الاسم على التلاتة هتدي 2. يعني هتطلع ب4.5. بس دي أول حتة. يبقى أنا جبت الحتة دي ب4.5. قلت له طيب أنا فاضل لي دي كمان. قلت له أقدر أعمل إيه؟ قال لي تقدر تاخد الحتة اللي بالأحمر دي تقسمها على الحتة اللي بالأحمر دي وتساويها بالحتة اللي بالأحمر دي على الحتة اللي بالأحمر دي. دي القاعدة اللي احنا اشتغلنا عليها. يبقى أنا هقسم الستة على التسعة وهساوي الكلام ده بالحتة دي على الصاد جيم. طب الحتة دي كلها بقت كام؟ بقت 3 و4.5 يعني 7.5 على الصاد جيم اللي أنا عايزها. أقدر أطلع الصاد جيم يا مستر هنضرب 9 في 7.5 على الستة. هنضرب 9 في 7.5 على الستة. تطلع لك الإجابة ب11 وربع. يبقى هنا الإجابة هتطلع 11 وربع. يبقى دي طلعت 11 وربع. طب المسألة عايزة إيه أصلا يا مستر؟ المسألة عايزة الحتة دي كلها. هو اللي قال، هو الراجل طلب منك قال لك عايزين منك عين جيم. احنا كتبنا ليه دال؟ دي عين. دي اسمها عين. قلت له كويس. الراجل طلب منك العين جيم يعني هنجمع 4.5 زائد 11 وربع. هنجمع 4.5 زائد 11 وربع. الآلة الحاسبة هتطلع 63 على الأربعة أو هتطلع 15.75. هل في 15.75؟ أهي 15.75. يبقى الإجابة طلعت 15.75 يعني 15 و3/4. السؤال رقم 22 ده سؤال جبر وده سؤال مقالي. يقول لك إذا كان لم وميم هما جذر المعادلة 2 س تربيع ناقص 3 س ناقص 1 بيساوي 0 كون المعادلة التربيعية التي جذرها لام على ميم وميم على لام. هقسم صفحتي قسمين. أول حاجة هروح أشتغل على المعادلة المعطاة زي ما عملت أثناء السنة. فهروح أشتغل على المعادلة المعطاة. أول حاجة هجيب مجموع الجذرين باستخدام القانون. مجموع الجذرين القانون سالب باء على ألف. المعادلة المعطاة الجذرين بتوعها لام وميم يعني معنى كده أن لام زائد ميم هتبقى سالب 3 على 2 يعني 3 على الاتنين. الحاجة التانية هجيب حاصل ضرب الجذرين. قانون حاصل ضرب الجذرين ج على ألف. الجذرين بتوع المعادلة المعطاة هما لام وميم يعني لام في ميم والجيم عندي بسالب 1 والألف ب2 يعني سالب نص. كده أنا جهزت شغل المعادلة المعطاة. خش على المعادلة المطلوبة. أول حاجة هجيبها مجموع الجذرين بتوع المعادلة المطلوبة. هما ايه هما الجذرين بتوع المعادلة المطلوبة؟ اهم يا ابني. يبقى احنا محتاجين نجمع لام على ميم زائد ميم على لام. اتفقنا ان عشان نجمع الكسرين لازم اوحد المقامات على حاصل ضرب المقامين. المقامين دول لما يتضربوا هيدوا لام ميم. طب البسط هيتجاب ازاي؟ هضرب لام في لام زائد ميم في ميم. لام في لام بلام تربيع وميم في ميم بميم تربيع. اتفقنا اثناء السنه ان احنا لما بنلاقي لام تربيع زائد ميم تربيع بشيلها واكتب مكانها لام زائد ميم الكل تربيع ناقص 2 لام ميم وهسيب اللام ميم في المقام زي ما هي. ابدا عوض. هشيل اللام زائد ميم واكتب مكانها 3 على 2 بس الكل تربيع ناقص 2 فيه. هشيل اللام ميم وهكتب مكانها سالب نص
وهشيل اللام ميم واكتب مكانها سالب نص. امسك آلتك الحاسبة واضرب 3 على 2 الكل تربيع ناقص 2 في سالب نص على سالب نص. الآلة الحاسبة هتطلع لك سالب 13 على الاتنين. بكده انت طلعت مجموع الجذرين. خش على حاصل ضرب الجذرين. الجذرين بتوع المعادلة المطلوبة هما لام على ميم وميم على لام. اضرب يا ابني لام على ميم في ميم على لام، ده هيطلع واحد لأن اللام هتضيع اللام والميم هتضيع الميم، يبقى حاصل ضرب الجذرين طلع بواحد. لما يكون معاك مجموع الجذرين ومعاك حاصل ضرب الجذرين تقدر تكون المعادلة. الصيغة العامة للمعادلة هي س تربيع ناقص مجموع الجذرين اللي احنا لسه مطلعينه بسالب 13 على 2 حط جنبه س زائد حاصل ضرب الجذرين اللي لسه مطلعينه بواحد، كل هذا يساوي صفر. ما ينفعش تسيب سالب سالب، ضمهم على بعض خليهم موجب، وما ينفعش تخلي المسألة فيها مقام، اضرب المسألة كلها في 2 للخلاص من هذا المقام. السين تربيع تضرب الاتنين تدي 2 س تربيع، 13 على الاتنين تضرب الاتنين يتبقى 13 حط جنبها س، والواحد يضرب الاتنين يدي 2 والصفر يضرب الاتنين يفضل زي ما هو صفر. ده الفينش النهائي لتكوين هذه المعادلة التربيعية. السؤال رقم 23 ده سؤال جبر. بيقول لك إذا كانت دالة 1 س بتساوي س ناقص 3 دي دالة خطية، ودالة 2 س بتساوي 5 زائد 4 س ناقص س تربيع دي دالة تربيعية، قال لي ابحث إشارة كل من دال 1 ودال 2 على خط الأعداد. قلت له استنى أقف على جنب، أنا هقسم صفحتي قسمين، هروح أمسك لون عشان تبحث إشارة دالة 1 س اللي بتساوي س ناقص 3 ودي دالة خطية. أنا أول حاجة هعملها له، أنا همسك دالة 1 س اللي بتساوي س ناقص 3 وعايز أقول لك إزاي الدالة الخطية بتبحث إشارتها. قال لي هتمسك هذه الدالة الخطية وهي س ناقص 3 هتصفرها من أجل إيجاد قيمة السين، فالسين هتطلع ب3. بعد ما بتطلع السين بتحط الخطوات الآتية، أدي بحث أول، أدي بحث تاني، أدي بحث تالت. بتقول لي دالة س بتساوي صفر عندما س تساوي وبتستنى شوية. بتقول لي دالة س وبتسيب مكان لكلمة فاضية عندما س أكبر. بتقول لي دالة س وبتسيب مكان لكلمة فاضية عندما س أصغر. دي طريقة بحث الدالة الخطية. حضرتك طلعت السين بكام يا هندسة؟ تقول لي طلعت السين ب3، تكتب هنا 3، تكتب هنا 3، تكتب هنا 3. طب ايه الكلمة اللي هتتكتب هنا؟ إشارة السين في راس السؤال. السين إشارتها موجبة، تكتب هنا موجبة وتخالفها هنا سالبة، ولو كانت سالبة تكتب هنا سالبة وتخالفها هنا موجبة. يبقى إشارة السين موجبة، يبقى أنا هكتب هنا موجبة وخالفها هنا سالبة. قلت له كويس. قال لي هنمسك أو هنعمل خط أعداد. أدي خط أعداد أهو. خط الأعداد ده هنحط عنده السين ب3. طب السين ب3 دي كانت إيه؟ كانت التصفير، يبقى السين ب3 دي طلعت التصفير. قال لي بس لما السين أكبر من ال3 كانت الإشارة موجبة، يبقى كل اللي أكبر من ال3 هنحط عنده موجب. قال لي بس لما السين أقل من ال3 كانت الإشارة سالبة، يبقى كل اللي أقل من 3 هحط عنده سالب. بكده انت بحثت إشارة الدالة الخطية. تعال نبحث إشارة الدالة التربيعية. هقول له دالة 2 س اللي بتساوي 5 زائد 4 س ناقص س تربيع. قال لي هنمسك الدالة دي ونصفرها عشان نطلع منها الجذور، فأنا همسك 5 زائد 4 س ناقص س تربيع ونصفرها، بس احنا محتاجين نحلل، وعشان نحلل لازم السين تربيع تبقى موجبة، يبقى أنا همسك المعادلة دي كلها أضربها في سالب. السين تربيع لما السالبة لما تتضرب في سالب تبقى س تربيع، ال4 س الموجبة لما تتضرب في سالب تبقى سالب 4 س، ال5 الموجبة لما تتضرب في سالب تبقى سالب 5. هنا تعرف تحلل.
السين تربيع س في س، عددين ضربهم 5 طرحهم 4، 5 في 1، إشارة الأخير سالبة، يبقى الأكبر يشبه الأوسط والتاني عكسه. من هنا هتكون طلعت السين ب5، ومن هنا هتكون طلعت السين بسالب1. يلا نقول لك ايه البحث اللي المفروض حضرتك تعمله في بحث الدالة التربيعية. دي طريقة بحث الدالة الخطية، دي طريقة بحث الدالة التربيعية. قول يا مستر هتعمل ايه؟ قال لي حضرتك بتكتب هنا دالة س بتساوي 0 عندما س تنتمي للمجموعة. بتكتب هنا دالة س وبتسيب مكان لكلمة فاضية عندما س تنتمي لح فرق الفترة المغلقة. بتكتب هنا دالة س وبتسيب مكان لكلمة فاضية عندما س تنتمي للفترة المفتوحة من غير ح فرق. قلت له كلام سليم. هو حضرتك طلعت الجذور كام وكام؟ تقول لي -1 و5. تكتب -1 الأول ثم ال5، -1 الأول ثم ال5، -1 الأول ثم ال5. ايه الكلمة اللي هتتكتب هنا وهنعكسها هنا؟ إشارة السين تربيع في راس السؤال. إشارة السين تربيع في راس السؤال سالبة، يبقى تبدأ بسالبة وتعكسها تحتها. قلت له كلام سليم. خش معايا على خط الأعداد. ادي يا باشا خط الأعداد. هو التصفير حصل امتى؟ قال لي التصفير حصل عند -1 وال5. يبقى لو انا افترضت ان ده مكان -1 وافترضت ان ده مكان ال5، يبقى هنا حصل تصفير وهنا حصل تصفير. قلت له حلو. قال لي دالة س هتبقى سالبة في كل الأعداد الحقيقية ما عدا هذا المكان. المكان ده بس اللي مش هحط فيه سالب. كل خط الأعداد هحط فيه سالب ما عدا هذا المكان. يبقى أنا هحط هنا سالب وهحط هنا سالب. قلت له امال احط موجب فين؟ قال لي هتحط موجب في هذا المكان من -1 ل5، يبقى احنا هنحط هنا موجب. بكده حضرتك بحثت إشارة الدالة الخطية وبحثت إشارة الدالة التربيعية. قال لي عايزين طلب تاني من غير تعب يعني. قال لي عين الفترة التي تكون فيها الدالتين سالبتين معا. ايه المكان اللي الدالتين هيكونوا فيه سالبتين معا؟ قال لي طب ما هو هنا من سالب ما لا نهاية ل3 سالبة. قلت له تعالى كده افتح خط أعداد جديد. قال لي خط أعداد اهو. الدالة الأولانية الدالة الخطية سالبة من السالب ما لا نهاية لحد ال3. قلت له حلو. يبقى لو أنا جيت كتبت هنا 3، يبقى معنى كده إن أنا هحط سوالب، كل ده سوالب تبع الدالة الأولانية. إن هو عايز المكان اللي الدالتين فيه سالبتين معا. قلت له أمال التانية سالبة فين؟ قال لي التانية سالبة من أول سالب ما لا نهاية لحد -1 ومن ال5 وطالع. قلت له طيب هي فين -1 هتتحط؟ قال لي أكيد -1 هتتحط هنا، وال5 أكيد هتتحط هنا. هي الدالة اللي فاتت دي سالبة فين؟ قال لي سالبة في المكان ده وسالبة في المكان ده. فين بقى المكان اللي الدالتين سالبتين فيه معا؟ قال لي هذا المكان سيكون من أول هنا لحد هنا. يعني من أول سالب ما لا نهاية حتى -1. ده المكان اللي حصل فيه اشتراك سوالب. يبقى تكون الدالتين الخطية والتربيعية سالبتين معا من السالب ما لا نهاية حتى -1 مفتوحين. يبقى تكون الدالة بتاعتك دالة سالبة في هذا المكان من أول السالب ما لا نهاية لحد -1. في طلب تاني في السؤال اللي فات؟ لا مفيش. عين الفترة التي تكون فيها الدالتين سالبتين معا، ده كلام سليم قوي. هو احنا فاتحين -1 ليه؟ لا -1 هيغلق. هو -1 ده داخل على مين؟ لا هيفضل مفتوح، لأن -1 الجزء اللي جاي ده هيبقى فيه أصفار، يبقى -1 هيفضل مفتوح صح. يبقى من السالب ما لا نهاية لحد -1.
السؤال رقم 24 ده سؤال هندسة، بيقول في الشكل المقابل إذا كان ألف باء يوازي ج د يوازي هاء واو، وكان ألف جيم ب5، وكان ج كاف ب10، وكان كاف واو ب7.5، وكان باء هاء ب18. قلت له طلباتك. قال لي عايزين من حضرتك تطلع لنا باء د بكام، وكمان تطلع لنا د كاف بكام، وكمان تطلع لنا كاف هاء بكام. لازم بالترتيب يعني يا مستر؟ لا، ولا اي ترتيب، مفيش مشكله خالص، امشي بمزاجك وشوف الامور تقدر توصل من خلالها لايه. قلت له طيب، هو انا المعطيات اللي معايا يا مستر بتقول ان انا معايا كل ده 18. قلت له حلو. قال لي عندنا قاعده بتقول ان انا من حقي اقسم الحته دي على دي كلها. قلت له كلام جميل. قال لي وتساويها بالحته دي على دي كلها. شفت الحمار والحلاوه؟ شفت الخطوط؟ قال لي انا من حقي اقسم الحته دي على دي كلها واساويها بالحته دي على دي كلها. قلت له يعني هتقسم مين على مين؟ قال لي انا هقسم الكاف هاء على 18، وهساوي الكلام ده ب7.5 على كل ده. هو كل ده بكام يا مستر؟ 22.5 حبيبي. يبقى انا هقسم 7.5 على 22.5. في الحالة دي اقدر اطلع الكاف هاء. يا ابني امسك الآلة الحاسبة واعمل كروس. هنضرب 7.5 في 18 على 22.5، هتطلع ب6. يبقى حضرتك طلعت الكاف هاء ب6، وهذا هو المطلوب الثالث. شيل بقى كل ده يا مستر، ولو سمحت حط لي عند الكاف هاء 6 عشان لو حبيت استخدمه في اللي جاي انا حر، ما انا خلاص جبت 6. حط يا ابني عند الكاف هاء 6. قلت له كلام جميل. احنا محتاجين ايه دلوقتي يا مستر؟ قال لي احنا محتاجين كمان نطلع الباء د ونطلع الدال كاف. قلت له انت محتاج تطلع الباء د ومحتاج تطلع الدال كاف؟ قال لي اه. قلت له طيب، اولا انا مستر عشان اطلع الدال كاف ممكن اعمل الحركه دي. انا ممكن اقسم الحته دي على الحته دي واساويها بالحته دي على الحته دي. اتعلم بقى التنسيق وانا شغال. بقسم من هنا على هنا وارجع لنفس المكان اللي بدأت بيه واقسم من هنا على هنا. يبقى انا يا فندم هقدر اقسم الدال كاف على 6 وهساوي الكلام ده ب10 على 7.5. في الحالة دي اقدر اطلع الدال كاف، هضرب 6 في 10 على 7.5. 6 في 10 على 7.5. الكلام ده هيطلع لك ب8. يعني حضرتك يا ابني طلعت الدال كاف ب8، وهذا هو المطلوب الثاني. شيل يا مستر كل الالوان اللي انت عاملها وحط لي عند اللي انت جبته 8. يبقى انا طلعت ده يا مستر ب8. طب احنا فاضل لنا نطلع الباء د. قال لي دي اسهل واحده. الباء د انا هقسم الحته دي على الحته دي واساويها بالحته دي على الحته دي، لازم تمشي بتناسق. يبقى انا هقسم الباء د على 8 وهساويها بال5 على 10. في الحاله دي هطلع الباء د، هضرب 8 في 5 على 10 هتطلع 4، وهذا هو المطلوب الاول. في طلبات تاني؟ خلاص. سؤال رقم 25 ده سؤال هندسة، بيقول في الشكل المقابل إذا كان هاء د بيوازي الباء ج، الحتة دي بتوازي الحتة دي. قلت له كويس. قال لي وكان د باء بيوازي هاء س. ادي د باء بيوازي هاء س. قلت له كلام سليم.
قال لي اثبت لنا ان واو باء على واو هاء الكل تربيع بيساوي واو جيم على واو س. قلت له انا همسك القلم الازرق الاول. تقول لي تقصد ايه بالقلم الازرق ده يا مستر؟ انا اقدر اقسم ده على ده واساويه بده على ده. شفت شغل القلم الازرق؟ يعني انا هقدر اقسم واو باء على واو هاء وهساوي الكلام ده بواو جيم على واو دال. قلت له كويس. خش على القلم الاحمر يا مستر. شيل بقى الازرق ده عشان الناس تشوف. امسك لي القلم الاحمر وقول لي تقدر تعمل ايه؟ انا اقدر اقسم الحته دي على الحته دي واساويها بالحته دي على الحته دي. شغل الاحمر. يبقى انا هقسم واو باء على واو هاء. الكلام ده هيساوي واو دال على واو س. تقول لي طيب ننفع نعمل ايه في المعادلتين دول؟ قال لي ينفع نضرب الايمن في الايمن ونساويه بالايسر في الايسر. من حقي اعمل الحركه دي. يعني يا مستر حضرتك هتضرب الواو باء على واو هاء في الواو باء على واو هاء هيساوي واو جيم على واو دال في واو دال على واو س. واو باء على واو هاء في واو باء على واو هاء هيدي واو باء على واو هاء الكل تربيع. هشيل الواو دال مع الواو دال هيتبقى واو جيم على واو س وهو المطلوب اثباته. فتم اثبات ان واو باء على واو هاء الكل تربيع بيساوي واو جيم على واو س. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الورشه. اتمنى لكم كل التوفيق. اعملوا حسابكم ان الورشه دي صغيره ساعه ساعه ونص، لكن في امتحان الترم هنعمل 4-5 ساعات شغل ان شاء الله. ليله الامتحان هنعمل ورشه كويسه ان شاء الله تاني قبل. طبعا لسه هنراجع ولسه هنخلص المنهج ولسه هنعمل ورش كتير ان شاء الله. اتمنى لكم كل التوفيق. ربنا معاكم. السلام عليكم في رعايه الله.